السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة تراكس دايجنوزيس. النهاردة هنتكلم عن الفالف ده. طبعا احنا شرحنا في الفيديو اللي فات عن أجزاء الميكانيكية في المحرك 471 خاص بالأكتروس ام بي 4. كان في بس تصحيح لمعلومة. كان في فالف احنا كنا اتكلمنا عنه، اللي هو الفالف اللي في الصورة ده، اللي هو الواي 627 627. ده شكل الفالف بتاعي. طبعا بيبقى فيه وصلة كهرباء، عندي خط كهرباء وفي خط مية داخل وخارج. خط مية اللي هو طبعا ايه، واخد من المكنة خط اللي هو المية بتاعت اللي هو التبريد او الكولانت بتاعي في المحرك. طب ده وظيفته ايه؟ طبعا الكولانت بتاعي او المية اللي موجودة في المكنة درجة حرارتها عالية، تمام، ما بتبقاش طبعا صغير. فهو وظيفته ايه الفالف ده؟ احنا كنا بنقول ان هو مسؤول عن تبريد الادبلو. لا، هو مش تبريد، هو خط، ده خط توصيل مية للعوامل بتاعة الأدبلوم. ليه بقى الكلام ده؟ لو في درجات الحرارة المنخفضة في الدول الأوروبية بيحتاج إن هو يسخن الأدبلو. لو وصل مثلا 8 درجة حرارة، 8 أو أقل، فبالتالي مش هيبقى مش مناسب للعملية بتاعتي إن هو يعالج العادم بتاعي أو الإكزاست بتاعي، تمام. فبالتالي لازم يكون درجة حرارته مناسبة عشان يقدر يقوم بالوظيفة بتاعته. فبيعمل إيه؟ السولونويد ده بتاعي وظيفته إيه؟ إن هو يفتح خط المية ده عشان يسخن المادة بتاعة الأدبلوم، تمام. درجة حرارة بتاعتها منخفضة، فبيفتح ايه، خط مية من المحرك بتاعي بيروح على العوامة بتاعة الأدبلو. طبعا العوامة بتاعة الأدبلو فيها خط مية داخلها، تمام. فبيفتح المية دي عشان تسخن الأدبلو عشان يبقى درجة حرارته مناسبة لعملية التشغيل. طيب ايه اللي بيحصل بالظبط لما ده بيوصل له إشارة كهرباء من أو أوردر من كنترول محرك ام سي ام؟ فبيفتح لخط الكولنت بتاعي او سائل التبريد للادبلو، مادة النشادر او اليوريا. ولما الاوردر ده بيتقطع او الاشاره دي بتفصل، فبيرجع السبول ده او السولنويد يقفل، فبالتالي ايه، يمنع وصول الميه للعوامل بتاعه الادبلو او تانك الادبلو. فبالتالي بيفضل درجه حرارته اللي هو درجه حرارته. طبعا ده من خلال ايه، ان العوامه نفسها فيها حساس درجه حراره. العوامل بتاعه الادبلو هنا في المحرك فيها ليفل سنسور وفيها تمبريتشر سنسور، يعني بيقرا مستوى الادبلو في التانك وبيقرا حراره الادبلو في التانك. بعد ما يعرف حراره الادبلو طبعا كنترول اي سي ام، فبيبعت اشاره لكنترول ام سي ام ان درجه الحراره منخفضه، فبيفعل الفالف ده عشان يفتح خط ميه للعوامه، وبالتالي يسخن الادبلو بتاعي يوصل لدرجه حراره. طبعا احنا كنا الفيديو اللي فات كنا بنقول ان ده بيبرد الادبلو. لا، هو مش بيبرد، هو بيفتح الميه من الكنترول من المكنه عشان تسخن ماده الادبلو بتاعي. طبعا فيديو صغير كده ولذيذ عشان نوضح بس المعلومه دي او نصححها لو حد فاهم عكس كده. ان احنا لا، هو المقصود ان هو يفتح ميه للادبلو عشان يرفع من درجه حرارته في حيث ان هو في الاماكن اللي درجه حرارتها منخفضه اقل من 8 درجه مئويه، مش هينفع لعمليه معالجه العادم. طبعا هنعمل فيديوهات تانية عن المحرك في أجزاء مختلفة، لكن ده تصحيح المعلومة عشان إيه، من باب يعني لو احنا قلنا المعلومة بشكل خطأ يبقى كده احنا وضحناها. أتمنى طبعا لو حد استفاد بالمعلومة دي يدوس لايك وسبسكرايب لأول مرة تابعنا، يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يجيله إشعار بكل فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.